ده الاس 25 الترا. اول ما شفته رميت الايفون في الزباله. التصميم بقى احسن بكتير، الحواف بقت منحنيه اكتر، تقريبا مفيش بيزل في الشاشه اصلا مبهره، 6.9 بوصه بالوان سامسونج التحفه، انعكاسات اقل بكتير جدا من الايفون، وكمان تردد 120 هرتز، والكاميرات بقى حواليها رينج مميز الموبايل، تحسها كده جايه تتخانق. وده حقيقي، مجموع الكاميرات هنا 310 ميجا بكسل، والالترا وايد كاميرا تطورت من 12 ل 50 ميجا بكسل، وهو فعلا اداء الكاميرا مرعب، بتصور 10 بت لوج، ودي فيديوهات بجوده عاليه جدا، والذكاء الصناعي بيتدخل ويلون لك الفيديوهات لوحده، وكمان يقدر يعزل لك الاصوات بعد ما تصور الفيديو بميزه اسمها الاوديو اريزر. الذكاء الصناعي اصلا مستولي على الموبايل ده. عد معايا: الناو بريف اللي بتقول لك ملخص كل يوم على حسب استخدامك، الناو بار اللي شبه اللايف اكتيفيتي بتاعت الايفون، خدمه الاي اي سيلكت اللي تقدر منها تعدل اي حاجه ظاهره على الشاشه حتى لو فيديو، او حتى تبعت له صوره اكله معينه ويقول لك طريقه تحضيرها، ويقدر كمان يساعدك في حل الواجب، وطبعا بيعمل لك صور بقى سواء بالكتابه او بالرسم او حتى يعمل لك صورتك انت. ومعظم الحاجات دي بتتم على الموبايل نفسه بفضل المعالج الجبار اللي سناب دراجون 8 اليت. وكده كون قلت لك